السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خالد صلاح. النهاردة جينا لكم بهيدفون جديد من شركة كبيرة جدا اسمها كيو سي واي. الهيدفون اللي معانا النهاردة بيجي موديل اتش 3. لو جينا بصينا كده من الخلف هيظهر معانا اهم الامكانيات بتاعته، وده اللي احنا هنشوفه مع بعض في الفيديو ده. هنروح كده على طول ونشوف اهم المكونات. اول حاجة هنا هيظهر معانا هنا دليل المستخدم ورمز كيو ار برضه عشان تقدر تنزل الابليكيشن. وهنا بعد الوصلات اللي بتيجي معاها برضه كابل الشحن الطيب سي. وهنا وصلة AUX عشان لو حبيت توصلها مثلا بكمبيوتر وتشغلها عن طريق السلك، طبعا مش من خلال البلوتوث بتاعها. لو جينا بصينا على السماعة نفسها فعايز اقول لكم ان هي متوفرة بلونين، اللون الكريمي اللي معانا النهارده متوفرة برضو باللون الاسود. اللي عجبني فيها ان خامتها ممتازة جدا وتقدر تقفلها بسهولة وتشيلها في الشنطة معاك بالشكل ده كده. اول ما بنفتحها كده تقدر تتحكم في الوسع بتاعها من هنا حسب المقاس اللي انت عايزه، جنب اليمين جنب شمال. وهنا في بعض البطانة. لو جينا بصينا على السماعات نفسها بتقدر تلفها بالشكل ده كده، تمام. ولو جينا بصينا هنا برضو من الأسفل، هنا السماعة اليمين البطانة بتاعتها من الداخل كويسة جدا. وهنا بعض الزراير الموجودة. أول حاجة هيظهر معانا زرار ال ANC اللي هو الخاص بعزل الضوضاء، وهنا منفذ الشحن الطيب سي، وهنا منفذ ال AUX عشان تقدر توصلها بالكمبيوتر، وهنا زرار فوليوم بيعلي ويوطي، وهنا زرار المايك. هنا عايز اقول لك برضو ان السماعه ديت بتيجي ببلوتوث 5.4، وده اول منتج انا اجيبه يكون البلوتوث بتاعه 5.4. وده معناه ان انت تقدر يعني تقدر تربطه بجهازين في نفس الوقت. يعني تقدر تربطها مع التلفزيون مثلا ومع الموبايل. انت بتسمع اي حاجه وجالك اي اتصال تقدر ترد على المكالمه على طول من خلال السماعه، مش هتحتاج ان انت تروح تربطها بالموبايل او تفصلها من التلفزيون. بجانب برضو ان هو بيدي لك سرعه في الاتصال والاستقرار بشكل اكبر. هنا عايز اقول لك ان السماعه ديت الدرايفر بتاعها هنا 40 ملي، وده هيدي لك صوت قوي جدا، والبيز بتاعها والنقاء بتاعها قوي جدا. حجمها صغير ووزنها مش تقيل قوي. عايز اقول لك ان السماعه ديت متوفر فيها 5 مايكات علشان تدي لك عزل ضوضاء ونقاء في الصوت وانت بتتكلم. هنا عايز اقول لك برضو ان السماعه ديت فيها حاجه حلوه جدا، وهو ال ANC. ال ANC دوت هو بيدي لك عزل ضوضاء بنسبه 90%. يعني انت لما بتلبس السماعه ديت هي بيعزلك عن العالم الخارجي بنسبة 90%، وبتقدر تتحكم فيها من خلال الابليكيشن بتاعهم. ودي من الحاجات اللي عجبتني جدا برضه. عايز اقول لكم ان البطارية بتاعة السماعة ديت بتيجي بحجم 500 ملي امبير. لو انت مشغل خاصية العزل الضوضاء ل ANC هتشتغل معاك تقريبا 35 ساعة. لو مش هتشغل او هتلغي العزل الضوضاء ده فهتشتغل معاك 60 ساعة، وهتقعد معاك ستاند باي تقريبا 300 ساعة. وبعد ما ربطناه كده هيظهر معانا بعض الاعدادات المهمة جدا. تقدر تختار المود اللي انت عايزه، واهم نقطة عندنا هو وضع النويز كانسلنج مود. تقدر تختار انت عايز يعزلك الضوضاء بنسبة 100%، ولا عايز ان هو يدخلك صوت، ولا عايز ان هو يكون نورمال، حسب اللي انت عايزه. في نفس الوقت هنا برضو تقدر تحكم انت عايز السماعة اليمين تشتغل او السماعة الشمال لوحدها، او تقدر تعمل بالانس بينهم بحيث ان يشغل لك السماعتين في نفس الوقت. ولو دخلنا على الاعدادات هنا فهيظهر معانا بعض الحاجات اللي نقدر نغيرها زي زرار فوليوم وتحكم في الزرار ديت. اهم نقطة عندي هنا اللي هو فايند هيدسيت، اللي انت تقدر تعمل بحث عن السماعة ديت وتشوف هي فين. لو هي ضايعة منك هندوس عليها، جاب لنا هنا المكان اللي احنا فيه بالظبط، وتقدر تدوس على بلاي ساوند. الصوت بيطلع دلوقتي من السماعة، ومع الوقت الصوت بيعلى اكتر علشان تلاقيها لو هي ضايعة هنا ولا هنا في البيت عندك. بس طبعا لازم تكون مربوطة بالموبايل علشان تقدر تلاقيها. هنا تقدر تتحكم برضو في تايمنج باور اوف. يعني انت عايزها تقفل مثلا بعد ساعة بعد نص ساعة عشان مستخدمش البطارية بتاعتها. وهنا وضع الجيمنج مود، وده فكرته ان هو بيقلل التأخير بين الصوت والصورة في الالعاب. وهنا تقدر تعمل فيرموير ابديت لو في اي تحديث هينزل للسماعة فهيكون متوفر على التطبيق بتاعهم. وهنا المور سيتنج لو انت حبيت تغير اسم السماعة او حبيت تعمل لها ضبط المصنع. اخر حاجة هتكلم عنها هو السعر. سعرها تقريبا 160 ريال سعودي وتقريبا 50 دولار. اللي عايزين تشتروها فانا سايب لكم اللينكات اسفل الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.